السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل لكم حاجة حلوة جدا وبعتبر نفسي ان انا مبتكرة فيها شوية. هعمل لكم كفتة الفراخ، ناس كتير عملوها وفشلت معاهم، استخدموا طريقة تانية او ايا كان السبب، لكن النهاردة هعمل لكم طريقة ناجحة ومن اول مرة وهتعجبكم جدا وهتعجب اطفالكم وهتبقى اكله مميزه في مطبخكم وعلى سفرتكم. النهارده هستخدم نص كيلو فراخ مخليه. النص كيلو ده وراك وعليه صدور ووراك، نص كيلو من ده ومن ده. ممكن تستخدمي وراك بس، ممكن تستخدمي صدور بس انا بحب احط الاتنين. وده ودي عندي ده نص بصله خضراء. انا خدت النص اللي في النص، مش عايزه النص الاخضر قوي ولا عايزه النص الابيض قوي، انا عايزه الجزء ده اللي هو الملون. يعني خدت حته قد كده وقطعتها زي ما انتم شايفين، وبعد كده هفرمها مع الفراخ. معايا البهارات بقى. هنا البهارات بسيطه، عندي توم بودر وبصل بودر ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه ملح ومعلقه كزبره، وهحط كمان معلقه بهارات فراخ. دي انا حطيت كمان نص معلقه بهارات فراخ. طيب ديت الفراخ والبصل والبهارات هم دول بس الكفته. طيب الكفته هغلفها بايه؟ عندي بقسماط ناعم، عندي بيضه، عندي ملح وفلفل علشان خاطر البيضه، وعندي كمان دقيق. تمام، ده كده مش هستخدمه دلوقتي هعمل ايه؟ هفرم الفراخ مع البصل وهحط عليها البهارات وهزود عليها بس معلقه بيض بعد ما ربه، وهحط معاهم كمان معلقه واحده من البقسماط. ودلوقتي هحط الفراخ كده خلاص. وادي الفراخ بعد ما فرمناها بقت ناعمه وحلوه جدا. حطيت عليها حوالي معلقه بيض رباط او اقل من معلقه، وهحط كمان رشه واحده بس من البقسماط، وهحط البهارات وهقلب اهو. وادي الكفته بعد ما فرمناها وقلبنا عليها البهارات وحطينا رشه واحده بس من البقسماط الناعم وحوالي معلقه من او اقل من معلقه كمان من البيض. ادي شكلها كده ناعمه وجميله جدا. هصبحها وبعدين هنحطها في الدقيق اهي كده. مش هصبحها قوي يعني لان انا لسه مسويها في الدقيق. بصوا بقى دلوقتي هعملها بطريقه حلوه قوي. امسك كده وابدا اهي كده اهي. وبعد
ما خلاص حطيت كل الكفتة في البيض والدقيق والبقسماط، فردتها كده تمام. فردتها على البلانش علشان دلوقتي حطيت زيت غزير وهسيبه يسخن، وبعد كده هقليها. بعد ما الزيت بقى سخن هحطها، هحط بالراحة واحدة واحدة، حاول نسيب برضو فراغات لغاية ما تشد شوية. اهي الكفتة دي جميلة، ممكن نحطها نخزنها في الفريزر، نفردها على طبق فل ونطلعها وقت الاستخدام على طول، سريعة وبتتقلى. مجرد ما بتتقلى بتبقى خلاص كده تمام، ولا بتدخل فرن ولا اي حاجة. حاول ما نملاش برضو الطاسة. تمام كده. هقلي بقى واخلص قلي واصفيها واحطها على مناديل علشان المنديل يشرب الزيت، وبعد كده هوريها لكم في طبق التقديم باذن الله. وخلصنا كفتة الفراخ وقليناها على درجة حرارة متوسطة، ما عليناش النار عليها قوي عشان ما تتحرقش، وبقى لونها بالشكل دوت، وحطيناها في طبق التقديم. يا رب تجربوها وتعجبكم، واشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله تعالى.